صباح الخير على كل مشاهدين ومتابعين زواج أونلاين. تحية طيبة لحضراتكم وتمنياتي ليكم بدوام الصحة والحال. في البداية بحب أشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبأكد لحضراتكم إن إحنا مستمرين بيكم وبدعمكم. وأرجو من متابعينا اللي بيتابعونا اللي لسه ما اشتركوش في القناة يشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يصلكم كل جديد من عروضنا اللي إحنا بنعرضها باستمرار، علشان نقدر نساعدكم في اختيار شريكة العمر المناسبة ليكم أو شريك العمر المناسب. وبأكد لحضراتكم إن إحنا بنقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط وبدون أي مقابل مادي. وفي رجاء هام جدا بقول للناس اللي مشتركين معانا على القناة أو أعضاء معانا على القناة أو بيتابعوا فيديوهاتنا أيا كان، يا ريت إن انتوا تدعمونا بلايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا. حضرتك مش هتخسر أي حاجة، ممكن إن أنت وأنت بتشاهد الفيديو تعمل لايك للفيديو، صدقني ده هيفرق معايا، أو إن أنت توقف الفيديو ثواني وأنت تعمل لايك للفيديو. ده هيحسسني بدعمك ليا وعشان أقدر أستمر في نشر المزيد. في نفس الوقت نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ونساعد ناس أكتر وتدل على الخير كفاعله إن شاء الله. وعلشان ما أطولش على حضراتكم نبدأ العرض اللي معانا النهاردة ونخش في تفاصيل العرض. عرض اليوم لمدام مطلقة بترتدي الإسدال الشرعي، ملتزمة دينيا جدا وبتصلي وما بتسيبش فرض، وأهم شيء بالنسبة لها إن ربنا يرزقها بشخص يكون متقي ومصلي وعارف ربنا. ربنا يرزقها بالأصلح والأحسن ليها والطيبون للطيبات، وهي لا تشترط مكان الإقامة نهائيا. فلو حضرتك مهتم بالتفاصيل نرجو متابعة العرض معانا جيدا من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع تفاصيل العرض. وعلشان العرض المناسب لحضرتك وانت فيك المواصفات المطلوبة، تتواصل معانا برسالة فيها بياناتك الشخصية كاملة العرضها عليها، وربنا يقدم ما فيه الخير للجميع إن شاء الله. هي مؤهل عالي، لا تعمل وتقيم في منزل الأهل منذ طلاقها من زوجها السابق. وأسباب طلاقها إن زوجها بيعاني من مشكلة في الإنجاب، وهي نفسها إن ربنا يرزقها بطفل أو طفلة تقوم ببناء أسرة مع شخص من أول وجديد. فأهم شيء بالنسبة لها في الزوج أيضا اللي هيتقدم ليها إن هو يكون عايز يخلف ويكون عنده أولاد منها، ربنا ييسر لها ويرزقها اللي يقر عينها إن شاء الله. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة بني سويف. السن 29 سنة. في ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد، يعني يا ريت اللي تواصل معايا من حضراتكم بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية. وقبل ما أقول لحضراتكم مواصفات الزوج اللي هي بترغب بالارتباط به، بحب أشكر داعمينا اللي على القناة باستمرار، قول لهم ان دي قناتكم زي ما هي قناتي بالظبط، واحنا مجرد شركة في القناة مش اكتر ولا اقل. يا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم جميعا باذن الله. يا ريت لو حضرتكم بتتواصل معايا بخصوص عرض زواج معين، التواصل بيكون معانا ببياناتك، البيانات زي ما كان اقامتك وحالتك الاجتماعية ومؤهلك الدراسي وعمل حضرتك، علشان نقدر نهتم بطلبك وفي نفس الوقت نقدر نعيب بياناتك على صاحبة الاعلان اللي انت بترغب بالارتباط بها او بترغب بالتواصل معاها ان شاء الله. نرجع تاني مع حضراتكم ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. يكون قريب جدا منها في السن، ما يكونش فرق السن بينهم كبير وده من أهم شروطها، من أهم طلباتها. ويكون أرمل أو مطلق، لأن زي ما احنا قلنا هي لا تقبل التعدد لظروف خاصة بها. ويكون ميسور الحال وعنده دخل ثابت. ويكون أيضا قادر إن هو يوفر ليها شقة خاصة بها للإقامة مع وبعد الزواج إن شاء الله. ولو هو مطلق ما يكون مطلق من غير أولاد، أو أرمل أيضا من غير أولاد، لأن زي ما احنا قلنا لحضراتكم هي من غير أولاد. وزي ما احنا قلنا في بداية العرض إن هي عايزة تقوم ببناء أسرة من أول وجديد مع شخص أيضا عايز يقوم ببناء أسرة، فربنا يقدم للجميع كل الخير إن شاء الله. طريقة التواصل مع والدها هو ولي أمرها، فعلى ما نجيب بياناتها مناسبة ليه هو في المواصفات المطلوبة، يا ريت يتواصل معانا برسالة فيها بياناته الشخصية زي ما احنا قلنا عليها. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك معانا إن شاء الله. وفي النهاية تحياتي لحضراتكم جميعا، ودمتم في صحة وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.